برشلونة في ورطة كبرى، غياب فيرمين لوبيز لمدة طويلة، وجافي يدخل غرفة العمليات. في ضربة جديدة لبرشلونة، أعلن النادي الكتالوني تفاصيل الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخراً، وجعلت الفريق يدخل فترة حساسة من الموسم بصفوف منقوصة. فقد كشف البيان الطبي للنادي أن فيرمين لوبيز تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لما يقارب 3 أسابيع كاملة، ما يعني غيابه عن المباريات الهامة المقبلة، على أن يعود بعد فترة التوقف الدولي. هذه الإصابة تعد خسارة مهمة لبرشلونة، خاصة أن فيرمين كان يقدم أداء مميزا ويعتبر ورقة رابحة في خط الوسط. لكن الأخبار لم تتوقف هنا، إذ أوضح برشلونة أيضا أن لاعب الوسط الموهوب بابلو جافي يحتاج إلى تدخل جراحي طفيف بالمنظار، حيث ستجرى العملية يوم الثلاثاء. هذا القرار جاء بعد سلسلة من الفحوصات الطبية التي أثبتت أن العلاج الجراحي هو الحل الأمثل لتجاوز المشكلة بشكل نهائي. الجماهير الكتالونية تعيش حالة من القلق، خصوصاً أن غياب لاعبين بهذا المستوى قد يؤثر بشكل مباشر على نتائج الفريق في المباريات القادمة، سواء محلياً أو أوروبياً. ورغم ذلك، يبقى الأمل معقوداً على عودة الثنائي في كامل جاهزيته بعد التعافي، ليواصلا تقديم الإضافة المنتظرة في موسم يبدو صعباً منذ بدايته.